ليه بس كده؟ جوجل كروم المتصفح الأشهر ما بين المستخدمين هيعمل كارثة. الكارثة دي هتهدد ملايين المستخدمين وغالبا هيبطلوا ان هم يستخدموا المتصفح ده اصلا. تعال احكي لك. لو انت بتستخدم جوجل كروم فغالبا انت بتستخدم واحده من الاضافات اللي بتمنع الاعلانات زي يو بلوك اوريجين مثلا، عشان تمنع الاعلانات اللي بتظهر لك اثناء التصفح او حتى الاعلانات بتاعه اليوتيوب. المشكله بقى ان جوجل قررت ان هي تعلن الحرب على كل الناس اللي بتستخدم الاضافات دي، وهيقوموا بالغاء كل الاضافات دي بداية من السنة الجاية. المشكلة ان الاضافات دي مش بتمنع بس الاعلانات، دي بتمنع الفيروسات اللي بتبقى مستخبية على شكل اعلانات، فهي كمان مفيدة. عندك حلين. الحل الاول انك تستخدم متصفح بريف لان هو بيمنع الاعلانات بصورة تلقائية، او الحل التاني انك تستخدم متصفح فايرفوكس وتنزل نفس الاضافات اللي انت كنت بتحطها على الكروم. وبكده كل اللي حصل ان جوجل خسرت بعض المستخدمين بتوعها وراحوا لمنصات تانية. اي خدمة. وكالعادة ادعي لي.